لو انت مطعم، فالكور برودكت او المنتج الاساسي اللي انت بتقدمه هو انك تقدم الاكل للناس ايا كان نوعه بقى. بس ضيف على ده ان انت لو مطعم وتوصل الاكل للناس لحد مكانهم، فانت كمان بتقدم خدمه بلس المنتج، وهي خدمه التوصيل. خدمه التوصيل لو ما راحتش في ميعادها ما تبقاش خدمه كويسه، يبقى انت بتقدم منتج كويس بس بتقدم خدمه رديئه جدا. زي ايه؟ زي لما انا اطلب اكل من مطعم فيقول لي مثلا التوصيل خلال ساعتين لثلاث ساعات. فهل منطقي ان في بني ادم عايز يفطر او عايز يتغدى وجعان واتصل بمطعم فيوصل له المنتج خلال ساعتين ثلاثه؟ بيتهيألي صعب جدا انه ينتظر. طب لا، ده انا العميل بتاعي ما باكلش غير من عندي، قدام شويه هياكل من عند غيرك. ده انا الناس اللي جنبي اقل جوده مني هيقبل الجوده القليله 20 30% في مقابل خدمه التوصيل السريعه بنسبه 50 60%. طب يعني المختصر نطلع من ده ازاي؟ حافظ على جودة الخدمة عندك زي ما بتحافظ على جودة المنتج بالظبط. زود ناس، وصل في محيط المحل عندك بس، قلل التوصيلات الخارجية البعيدة عن محيط محلك الكتير دي مش عايزينها ما دمت انت مش قادر عليها. عين ناس جديدة، اتفق مع شركة شحن او شركة توصيل او شركة دليفري، بس خلي بالك ان يكونوا هم واجهة محترمة ليك عشان ما يبوظوش سمعتك. ايا ما كان المختصر من الموضوع ده، ما تقدمش منتج جيد بخدمة توصيل رديئة، لانك في النهاية انت هتضر بالمنتج بتاعك وهتفقد جزء كبير جدا من العملاء اللي انت متخيل ان انت مش هتفقده. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.